سلام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ايه، الواحد كده زهقان، زهق بزهق. قال ايه، زهق بزهق. هقوم عامله 3 حاجات مختلفين. تمام، هعمل ايه بقى؟ هعمل احط لبن. اول حاجه كيس شانتيه، حطيت طبعا حبة سكر عشان الموضوع هنا ايه، بيبقى ناقص سكر شوية. بصوا الكمية، بصوا بقى اتفرجوا على الكمية هتبقى عاملة ازاي. اقسم بالله انا بشتري العلبة كانت ب35 جنيه، كانت يعني هي كانت ب25 جنيه، فجأة بقت ب28، فجأة بقت ب30، ب35، دلوقتي ب38. بس ما اكدبش عليكم، من ساعة ما بقت ب38 ما جبتهاش. يعني بقيت بجيب كيس الايس كريم ده وكيس كريم شانتي، وبيبقى موضوع موثوق منه يعني. تمام، تعالوا بقى نبدأ على الخطوة التانية. جبت طبعا لبن، ده كده الايس كريم عبيته طبعا وحطيته في الفريزر. جبت لبن وحطيته، مجرد ما غلى بدأ يسخن. ده لبن مش طبيعي، لبن يعني ما كانش عندي لبن طبيعي مجمد، عندي مجمد بس، فقلت مش هفك. حطيت بقى اللبن اللي انا بشربه ده بتاع بيتي. حطيت كيس كريم كراميل على اللبن. تمام، وقلبته. فضلت اقلب فيه كده، اقلب فيه لحد يعني 3 دقايق بالظبط. اقسم بالله الموضوع ده كله اخد 4 دقايق بالظبط، ما اخدش اكتر من كده. تمام، اهو قلبت فيه وبعد كده هبدا اجيب بقى الاطباق. هوريكم هعمل ايه. اجيب الاطباق احط فيها الكريم كراميل، اللي هو الكيس اللي بيبقى مع العبوه بتاعه الكريم اصلا، كيس الكراميل. واقوم حاطه، اللي عايز يزود كراميل يزود، بس انا ما بزودش، انا بحب استخدم الكيس وخلاص على كده. هو الكيس ده بيكفي ان هو يعمل ل4 افراد، يعني 4 اطباق بس مش اكتر. تمام، هتشوفوا بقى اللي جاي وتشوفوا النتيجه. بصوا بقى الجمال والحلاوه. انا بحب اللي هو اعمله كده، مدميله كده عشان يطلع على الوش ايه الكراميل بتاعه. حلاوه حلاوه تحفه. حلوه قوي، بس ده مفيهوش اي افتكاسه يعني، ده اللي فيه الافتكاسه. احلى ايس كريم ممكن تاكلوه، وبيتي وبلبن مضمون، لبن بلدي مش لبن الله اعلم مصدره ايه. بصوا الجمال. هي طبعا لسه مسقعتش، اهو باين اوي. تحفه. هي طبعا مش دي كل الكميه، دي علبه من العنب. تمام، حبيت اوريهولكوا، يا رب تكون الفكره عجبتكم، وبلاش تشتروا ايس كريم تاني. ايان بياكل وبيتفرج. ايه رايك في الكريم كراميل يا ايان؟ حلو. حلو. حلو ولا لا؟ حلو. اميزنج ولا مش اميزنج؟ أميز. وايه تاني؟ جميل كمان. اوكي، قول لهم حطوا لايك، حطوا لايك، اشتركوا في القناه. كمان.